بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك في شيخنا واجزيه عنا خير الجزاء إن شاء الله تعالى، مع اللقاء الأول مع شرح المنظومة البيقونية. والمجال لسيدنا الشيخ، تفضل وبارك الله فيكم. أولية يعني لو تسمعونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها عنا المشاق، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاقي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وبالسند المتصل إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية الرفع: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي زيادة الثناء على الله تعالى: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وقد تسلسل هذا الحديث بأولية وقعت لأكثر الرواة إلى سيدنا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. نعم. الله يبارك فيكم. طيب يا سيدي، كيف يعني المجلس، نقرأ مثلا المتن أم نلتزم بشرح معين أم كيف يعني؟ أنتم كما تحبون. نحن طلاب ويعني نلتزم بما تحبونه، بارك الله فيكم. طيب نحن إن شاء الله حتى لا يعني لا يذهب على كثير من الإخوة الفوائد المهمة التي تلقيناها عن شيوخنا رحمهم الله تعالى. سنعقد الآن قليلا، يعني نقول المدخل إلى المنظومة البيقونية. سنتكلم عن المدخل إلى المنظومة البيقونية وإلى علم الحديث رواية ودراية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الأفاضل وأخواتي الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى وبياكم، وسدد نحو الخير خطايا وخطاكم. هذه المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث، يعني من عادة شيوخنا أنهم يبدأون مع تلاميذهم بالمنظومة البيقونية. ورحم الله شيخنا وسيدنا ومولانا سيد الشيخ المحدث الفقيه إبراهيم الخليفة الحسني الأحسائي، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يبدأ مع طلبته في علم مصطلح الحديث بالمنظومة البيقونية، فإذا أنهى الطلبة المنظومة البيقونية انتقل معهم مباشرة إلى التقريب والتيسير. نعم. وبعد نهايتهم للتقريب والتيسير كان رحمه الله تعالى ينتقل معهم إلى نزهة النظر. وبعد إنهائهم من نزهة النظر كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينتقل معهم إلى مقدمة ابن الصلاح. نعم. فمن عادة شيوخنا رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون مجالس الحديث بالمنظومة البيقونية كالسلم، يعني يتدرج الطالب درجة درجة. لا يكون الطالب يعني في الدرجة الأولى فيفسخ رجليه ويريد أن يصعد السلم بسرعة هائلة، هكذا يسقط. فيجب على كل طالب علم أن يتدرج في علوم الشريعة والعلوم العربية حتى يتمكن منها، لا بد من التدرج. ودائما أنا أنصح إخواني الأفاضل
وأخواتي الفاضلات، قبل أن يقرأوا المنظومة البيقونية أن يقرأوا كتابا رائعا في مصطلح الحديث لفضيلة شيخنا الدكتور عجاج الخطيب، وقد أسماه أصول الحديث علومه ومصطلحه. نعم، أو علومه ومصطلحه. فهذا كتاب رائع جدا. قبل المنظومة البيقونية يقرأ هكذا للفائدة. والمنظومة البيقونية شروحها كثيرة، ومن أروع الشروح عليها شرح مولانا الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة البيقونية من مزاياها أنها صغيرة الحجم، يعني عبارة عن 34 بيتا، وهي سهلة العبارة. هذه بحر الرجز. نعم. وذكرت نوع الحديث مع تعريفه. هذه من مزايا المنظومة البيقونية: صغيرة الحجم، سهلة العبارة، ذكرت نوع الحديث مع تعريفه. فترى الناظم يقول: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يعني يذكر النوع ويذكر تعريفا بسيطا له. نعم. مما أخذ عليها ويعني هذا النقص البشري موجود، الكمال لله تعالى. مما أخذ عليها عدم الدقة في بعض المواطن، يعني حذفت بعض الأنواع التي ينبغي أن تذكر فيها. وهذه المنظومة البيقونية كما قلنا لكم أيها السادة شروحها كثيرة، لكن ناظمها لا ترجمة له، لا يعرف إلا بعمر أو طه. هكذا أكثر الشراح وأكثر المترجمين نقلوا أن اسمه عمر أو طه الدمشقي. ووفاته في السنة 8 بعد 1000 الأولى، لا أكثر من ذلك لا نعرف أبدا. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لا نعرف مكان وفاته، لا نعرف تاريخ وفاته بالتحديد اليوم، لا نعرف مكان ولادته، لا نعرف مكان يوم ولادته بالتحديد، لا نعرف إلا أنه توفي في السنة 80 بعد 1000 الأولى. لكن يمكننا أن نستنتج أن والده كان أحد علماء بلدته. هناك نسخة بخط الإمام البيقوني، هذه ذكرها الإمام الأجهوري، الإمام عطية، ليس الإمام نور الدين. الإمام نور الدين مالك المذهب رحمه الله تعالى، الإمام عطية شافعي المذهب رحمه الله تعالى، وهم يعني من أجهور، هذه معروفة في مصر. نعم. وقد أكرمني الله تعالى وزرت مصر، حفظها الله تعالى وحفظ شعبها، وأسأل الله تعالى أن يحفظ أرضها وسماءها وأشجارها وأنهارها والصالحين فيها. فهذه يعني أجهور في مصر، أكثر العلماء ينسبون إليها، وعندنا أجهور الصغرى وعندنا أجهور الكبرى. نعم. فالشيخ عطية رحمه الله تعالى يعني ذكر أن الشيخ عمر ابن الشيخ محمد. إذا نستنتج هنا أن الشيخ عمر البيقوني والده أيضا شيخ واسمه الشيخ محمد. أيضا نستنتج أنه كان دمشقي البلدة، كما أيضا جاء في النسخة الدمشقي الشافعي. اختلف العلماء في ذلك. الإمام الزرقاني رحمه الله تعالى ورضي عنه والإمام الدمياطي قالوا لم نقف له على اسم أو ترجمة، ما وجدنا له لا اسم ولا ترجمة. الإمام الأجهوري رحمه الله تعالى كما قلت لكم قال وجدت بهامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه واسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد الدمشقي الشافعي. شيخ شيوخنا العلامة محدث الديار الشامية مولانا الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى قال توقف في هذه النسبة غالب من كتب هنا، ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون قرية في أذربيجان. إذن هكذا تكلم يعني العلماء في نسب هذا الشيخ الجليل. إخواني دائما نحن يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين. رحم الله تعالى سيد الشيخ العلامة المفسر محمد علي الصابوني رحمة واسعة، كان يدعو لنا دعاء
كان يدعو لنا بدعوة شيخه الشيخ محمد سعيد الإدلبي، وهذه الدعوة فيها عنعنة، نرويها عن شيخنا، وشيخنا يرويها عن الشيخ محمد سعيد الإدلبي، والشيخ محمد سعيد الإدلبي يرويها عن شيخه. الدعوة هي: اللهم ثبت عليا على دينك وارزقه الإخلاص. اللهم ثبت عليا على دينك وارزقه الإخلاص. يقول شيخنا الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله: عندما طلبت الدعاء من سيد الشيخ محمد سعيد الإدلبي دعا لي بهذه الدعوة، فقلت يعني هذه دعوة قليلة لا تكفي، لكن يقول: ما زلت أتذكر فائدة هذه الدعوة وهي تسير معي في حياتي بأكملها، إلى الآن أجد بركتها، تجاوزت 90 وأجد بركة هذه الدعوة. وقد دعا شيخنا الصابوني لنا بهذه الدعوة: اللهم ثبتهم على دينك وارزقهم الإخلاص. وأنا أدعو لكم فأقول: اللهم ثبتهم على دينك وارزقهم الإخلاص. المنظومة مشهورة سبحان الله، والناظم لا شهرة له، وذلك يعني بلا شك لإخلاصه. يعني عندنا احتمالات، ربما يقول: أنا أعلم الناس ولا أقول أنا نظمتها، يعني كان يعلم الناس هذه المنظومة ولا يقول أنا نظمتها، أو ربما كتبها على ورق ونشرها، نعم، أو ربما كان هذا صغيرا وتوفي في شبابه، أو ربما كان يعمل في طلب العلم وكان عنده موهبة نظم المنظومات، وعند يعني عندما كبر في السن ترك العلم واشتغل بغير العلم. يعني عندنا احتمالات كثيرة، لكن الذي يتأكد لنا أن الناظم في بداية طلبه للعلم كان عنده موهبة ونظم هذه المنظومة، وبإخلاصه وورعه وصدقه انتشرت هذه المنظومة في الآفاق، نعم، وذاع صيتها وفاق. فدائما لا بد للإتقان أن يجتمع مع الإخلاص، أي واحد منهما لوحده لا يكفي. كيف نعرف الإخلاص؟ نعرف الإخلاص من طريق الإتقان. إذا أتقن الرجل عمله فهو مخلص. كل إنسان في موضعه، التاجر في متجره، والإمام في مسجده، والعامل في معمله، والمدرس في مدرسته، والموظف في وظيفته. إذا أتقن الرجل عمله فهو مخلص، نعم. أيضا الذي أحب أن أنوه إليه أيضا أن المنظومة البيقونية لا يوجد إجازة بالبيقونية. يعني الآن نسمع إجازات في البيقونية وتصل هذه الإجازات إلى الإمام البيقوني، طالما أن الإمام البيقوني رحمه الله تعالى لا نعلم عنه شيء، لا عن شيوخه ولا عن تلامذته ولا عن موطنه، فكيف تصل هذه الإجازات إلى الإمام البيقوني؟ لا أدري. فالناظم مجهول، لا نعرف مكان بلده ولا طلابه ولا هناك سند متصل للناظم. يعني السند يتصل إلى شارحها الإمام العلامة الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، نعم. وشراحها كثيرون كما قلنا لكم. عندنا الشيخ حسن المشاط قام بشرحها، عندنا الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى قام بشرحها، عندنا أيضا الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى أيضا عمل على شرحها. عندنا أيضا الشيخ الحموي رحمه الله تعالى، أحمد الحموي الحنفي أيضا قام بشرحها. عندنا أيضا الشيخ السيوطي، لكن هذا ليس السيوطي، هذا بيومي السيوطي، أيضا له شرح لها. عندنا أيضا الشيخ حسن الأزهري، يعني الذين شرحوها كثر. عندنا الشيخ حسنين مخلوف، نعم، أيضا قام بشرحها. عندنا الشيخ أيضا سعد بن عمر بن سعيد التيجاني أيضا له شرح عليها. فشراحها كثيرون، وهذا بسبب صدق المؤلف رحمه الله تعالى، نعم. وهي عبارة كما قلنا لكم عن 34 بيتا، عن 34 بيتا. هل هناك أيضا أسئلة؟ هناك شيء؟ يعني هذا لمحة بسيطة عن المنظومة البيقونية. نعم سيدي، إذا كان هناك أسئلة، من أراد أن يسأل عنده سؤال يرفع يده. ويعني لو يعني كان في نهاية المجلس يرفع يده طيب، في النهاية، ونعطيه المايك إن شاء الله تعالى. طيب،
يعني كما قلنا لكم، ننتبه جيدا يا إخواني. رحم الله الشيخ أمين رحمة واسعة. كنت بجواره سنتين، تعرفت عليه منذ 6 سنوات، وأقمت بجواره سنتين، وكنت أقوم بزيارته ونتعلم من أخلاقه وأدبه رحمه الله تعالى. والشيء بالشيء يذكر، قرأت هذه المنظومة أيضا على الشيخ أمين. من الشيوخ الذين قرأت عليهم المنظومة البيقونية هو فضيلة الشيخ أمين رحمه الله تعالى، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. أحد الشيوخ الذين قرأت عليهم المنظومة البيقونية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا يعني هذا المدخل إلى المنظومة البيقونية. وعندنا أيضا يعني كما عندنا علم الحديث رواية، وعندنا علم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية يعني هذا العلم يختص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأوصافه وتقريراته، ورواية هذه الألفاظ وضبطها وتحرير الألفاظ. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأفعاله صلى الله عليه وسلم كالمسح على الخفين، وأوصافه صلى الله عليه وسلم كالأخلاق. الأخلاق أيضا ترجع إلى التشريع، هناك صفات خلقه الله عليها لا يؤخذ منها تشريع، وهناك أخلاق ترجع إلى التشريع. وأيضا تقريراته صلى الله عليه وسلم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأقره، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تيمم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على المنكر، وعندما أكل أيضا الصحابة الضب، نعم أقر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر. نعم، يعني هذا باختصار علم الحديث رواية. نعم، عندنا أيضا علم الحديث رواية، يعني أول من قام بتدوين علم الحديث رواية هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى. الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، لكن كانت فردية. نعم، أما في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز أصبح الأمر رسميا. الرواية الشفوية هذه في عصر الصحابة والتابعين، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها بصوت عال ويكرر 3. نعم، فالكتابة تكتب، لكن التدوين هو الجمع. هم كتبوا، لكن التدوين والجمع الصحف المكتوبة في ديوان هذا في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز. وأول من دون ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم، وذكر ذلك الإمام مالك. نعم، ماذا قال أيضا الإمام السيوطي في ألفيته؟ قال أول جامع للحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فالإمام مالك أيضا أخذ عنه مباشرة الإمام الزهري. وكان الإمام أبو حاتم يقول أثبت أصحاب أنس الزهري. ومن طرائف الزهري رحمه الله تعالى أنه كان يسمع من عروة. نعم، فيذهب إلى البيت وعنده جارية، يوقظ الجارية ويقول لها حدثني فلان بكذا، فتقول له الجارية ما علاقة ذلك بي؟ فيقول علمت أنك لا تنتفعين به، ولكني سمعت شيئا أردت أن أذاكره. كان يذاكر مع الجارية، يعني يسمع من سيدنا عروة، يعود إلى المنزل يوقظ الجارية يكرر أمامها الأحاديث، تقول له أنا ما علاقة ذلك بي؟ يقول أعلم ذلك، لكن سمعت شيئا أردت أن أذاكره أن أكرره. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد سيدنا الزهري رحمه الله تعالى أتى العلماء، أتت طبقة أخرى فصنفت الموطأ كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وصنف أيضا ابن عبد العزيز بمكة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف الثوري بالكوفة، وصنف ابن دينار في البصرة. نعم، إذا الإمام الزهري. ثم أتت هذه الطبقة، هذه جمعت أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأول من صنف في الصحيح وجمع فيه أقوال الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة هو سيدنا الإمام مالك بلا شك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثم بعد ذلك أتى أصحاب المسانيد كأسد بن موسى الأموي صنف مسندا، كأيضا نعيم بن حماد الخزاعي أيضا صنف مسندا، كالإمام أحمد بن حنبل. نعم. ثم جاءت طبقة أخرى، الإمام البخاري رأى أن هذه التصانيف يعني تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، فتحركت همته لجمع الحديث الصحيح لوحده، فكان الإمام البخاري أول من جمع الأحاديث الصحيحة المجردة. ثم أتى بعده الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد مبارك، وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. يعني يفضلون هل صحيح مسلم أفضل أم صحيح الإمام البخاري أفضل؟ فهناك خلاف، هناك خلاف، لكن جمهور العلماء على أن الإمام البخاري ثم يليه الإمام مسلم. نعم. نعم، على خلاف المغاربة، على خلاف المغاربة. كما قلنا لكم الإمام مالك هو أول من صنف الصحيح، لكنه جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين. أما استقلالا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام البخاري. ومن أراد أن يعرف مذهب الإمام البخاري يعرف مذهبه في تبويبه. نعم. وأحسن من بوب صحيح الإمام مسلم أيضا الإمام النووي. إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري تعرف مذهبه في المسألة من تبويبه. وأحسن من بوب صحيح الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم. عندنا أيضا علم الحديث دراية. هذا علم الحديث دراية حتى نتعرف على حقيقة الرواية، على شروطها، على أنواعها. فما أكثر الضعفاء، ما أذكر الوضاعين، ما أكثر المجاهيل. فالحذر الحذر يا طلاب العلم ويا مستجيزين. نعم. كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ أبو حامد يقول: جبك الخرج وعمامك البرج والاكتاف في الدرج. فهذه اللحى وهذه العمائم لا تكفي، يجب على العالم أن يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نعم. ف يعني يجب على العالم أن يعمل بعلمه، لا يكفيه مثل قماش وذق ببلاش، هكذا لا يصير شيخ علامة. العلم يحتاج إلى عمل. فكيف نكشف المنكر من الضعيف، من المتروك، من الموضوع، من الحسن، من الضعيف؟ بعلم الحديث دراية. ومن شروط الرواية أن يعني تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل. نحن عندنا أنواع للتحمل: عندنا سماع، عندنا عرض، عندنا إجازة، عندنا إعلام، عندنا وجادة، عندنا مكاتبة، عندنا مناولة، عندنا وصية. هذه طرق التحمل، هذه طرق التحمل. ومنها السماع. السماع هو أرفع أقسام التحمل. والسماع أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب إن كان المجلس للإملاء أم لغيره. هذه السماع. نعم. والقراءة على الشيخ تسمى عرض، هذه انتشرت نعم بعد التدوين. السماع أرفع من العرض، لكن أحيانا يترجح العرض على السماع. أيضا في المسألة خلاف، هل السماع أقوى من العرض أم العرض أقوى من السماع؟ هناك من رجح العرض، هناك من رجح السماع، هناك من ساوى بينهما، لكن الجمهور على أن السماع أرفع من العرض. لكن أحيانا يترجح العرض على السماع. عندنا أيضا الإجازة. الإجازة يعني هذه عند المتقدمين
اقتصرت على خاصة الخاصة، كانت لا تعطى إلا لخاصة الخاصة من طلاب الحديث الثقات. نعم. ولا يحوز بها إلا ماهر بالصنعة. نعم. والإجازة العامة في زمانهم لا يقولون عنها عامة، يقولون عنها مطلقة. الإجازة العامة هي إجازة الشيخ لأهل عصره، هذه العامة. أما هذه الإجازة العامة الآن التي في زماننا نقول أجازنا إجازة عامة، هذه في زمانهم يقال لها إجازة مطلقة، إجازة مطلقة. وبعض العلماء يعني كرهها، وبعض العلماء تشدد بها. فخلاصة المسألة، الإجازة لا تثبت علما ولا ترفع جهلا. الإجازة لا تثبت أن الإنسان أصبح عالما، ولا ترفع عنه الجهل. نعم. والإجازة هي إذن بالرواية إذا تأهل المجيز إذا تأهل المجاز للأداء. الإجازة إذن بالرواية إذا تأهل المجاز للأداء. فالإجازة في القرآن غير الإجازة في الحديث. الإجازة في الحديث يعني هي ضعف، ليست قوة. بعض الناس يظنون أن الإجازة قوة. لا يا أخي، العبرة بالسماع. الإجازة ضعف ليست قوة، لكن كانوا يستحبون إجازة الحاضرين لجبر الفوت والخلل. يعني حدث في المجلس فوت أو خلل فيجيز الحاضرين. أما هي ضعف ليست قوة. القوة والعبرة بالسماع أو القراءة على الشيخ. فأنت عندما تسمع من الشيخ تقول حدثني أو أخبرني. عندما تقرأ على الشيخ تقول أيضا حدثنا، نعم، أخبرنا. يمكنك أن تستعمل هذه الصيغ. إذا قرأت على الشيخ إذا قرأ غيرك على الشيخ وأنت تسمع تقول بقراءة غيري وأنا أسمع. يعني هذه الألفاظ أمانة. الأمانة ضرورية في علم الحديث. كل إنسان مؤتمن على سماعه، كل إنسان مؤتمن يعني على مقدار سماعه. كل إنسان مؤتمن كيف سمع من خلف البث. التقى بالشيخ، سمع جل الكتاب كله، بعضه، أوله، أطرافه لأول. هذه يعني دقة يجب على الإنسان أن يذكرها عند إجازة طلبته. فلا بد يعني للإنسان أن يذكر ذلك. إنسان قرأ وأنت تسمع فتقول بقراءة غيري وأنا أسمع. أنت تقرأ وغيرك يقرأ تقول بقراءتي وقراءة غيري. من أوله لآخره مثلا تقول من أوله لآخره. لقطعة منه تقول لقطعة صالحة منه. هكذا هذه الألفاظ أمانة، ويجب على الإنسان أن يحتاط بها. نعم. عندنا أيضا كم بقي يا شيخ محمود من الوقت؟ متى يعني تودون أن أتوقف؟ متى ترغبون؟ يعني يعني ممكن كأقصى يا سيدي إذا تكرمتم إلا 5 مثلا. إلا طيب. 5. طيب سنشرح قليلا. عندنا المرويات. عندنا المرويات توضع في مصنفات. من المصنفات عندنا الجوامع. عندنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا تصنيف على الأصول، وعندنا تصنيف على أبواب الفقه، وعندنا تصنيف على المسانيد. التصنيف على الأصول كالإمام الزهري. عندنا تصنيف على أبواب الفقه، هذه كأصحاب السنن. وعندنا تصنيف على المسانيد، هذه يعني كمسند الإمام أحمد كترتيب الصحابة. فعندنا الجوامع مثل الجامع الصحيح للإمام البخاري، هذا مرتب على الأبواب. يذكر أحاديث العقائد، أحاديث الأحكام، أحاديث الرقاق، أحاديث السفر. نعم. أحاديث المناقب والمثالب. المثالب هي جمع يعني مثلب، يعني العيب، المساوئ. يقولون أظهر مثالبه، يعني أظهر عيوبه. وعندنا الإمام الترمذي، جامع الإمام الترمذي، هو يعني يسمى الجامع، لكن يسمى سنن لاعتنائه بأحاديث الأحكام، لاعتنائه بأحاديث الأحكام. فكما قلنا لكم التصنيف على الأبواب كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن. التصنيف على الكتب كابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. والمسانيد لأصحاب الرجال. نعم.
عندنا أيضا المسانيد كما قلنا لكم هي جمع مسند، يعني يذكر مثلا جميع أحاديث سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول مسند سيدنا أبي بكر الصديق. يجمع جميع أحاديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويقول مسند السيدة عائشة، وهكذا. عندنا أيضا الأجزاء. هذه الأجزاء يعني أحاديث أو كتاب يجمع أحاديث مروية عن رجل واحد. نعم، أحيانا يطلقون الجزء على كتاب جمعت فيه أحاديث حول موضوع واحد، يعني مثل مرويات أهل دمشق، أو يتعلق بموضوع واحد مثلا صلاة الجنازة، أو مثلا جزء في فضل يوم عرفة. نعم، أو جزء القراءة خلف الإمام، هذا للإمام البخاري. فهذه أجزاء يعني أحاديث تتكلم حول موضوع واحد. عندنا أيضا المستدركات. المستدركات هذا كتاب استدرك فيه على ما فات من كتاب آخر، يعني المؤلف يضع لنفسه شرط يلتزم به. نعم، فشرط الإمام البخاري أشد، وشرط الإمام مسلم أقل شدة، فيأتي صاحب المستدرك يضع لنفسه شرط يلتزم به، ويبدأ يأتي بالأحاديث. والمستدركات كثيرة، أشهرها مستدرك الإمام الحاكم، والإمام الحاكم من كبار علماء الحديث. نعم، من كبار علماء الحديث. عندنا أيضا الأطراف. الأطراف هذه كتب يعني تقتصر على ذكر طرف الحديث. نعم، فهذه الطريقة، طريقة الأطراف، لها فوائد كثيرة، منها معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر والباب الذي أخرجوه فيه، يعني يسهل لك معرفة أسانيد الحديث لاجتماعها في موضع واحد. وممن كتب في ذلك الإمام عبد الغني النابلسي، له كتاب في الأطراف. نعم، نعم، ويعني الكتب كثيرة يعني والمؤلفات كثيرة. نأتي إلى علم الحديث دراية. علم الحديث دراية، أكثر العلماء يقولون أن أول من ألف في علم الحديث دراية هو الإمام الرامهرمزي، لكن الإمام الرامهرمزي هو الذي جمع وأفرد، لكن أقدم من دون في علم المصطلح هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو أول من دون في علم مصطلح الحديث. كيف ذلك؟ ذكر ذلك في كتابه الرسالة في أصول الفقه، عندما تحدث عن خبر الآحاد وشروط صحة الحديث وعدالة الرواة، فيكون بذلك أقدم من دون في مصطلح الحديث. نعم، وعندما رد الخبر المرسل والمنقطع. ثم بعد الإمام الشافعي أتى المديني في كتابه أصول السنة ومذاهب المحدثين، لكن للأسف الكتابين لم يصلا إلينا. ثم الإمام مسلم أيضا وضع بعض أصول الحديث في مقدمة كتابه الصحيح. نعم، ثم أيضا أبو بكر البرديجي، لكن أيضا مصنفاته لم تصل إلينا. ثم بعد ذلك الرامهرمزي هنا استوعب، هنا جمع، هنا دون، يعني أصبح يصنف تصنيفا علميا يقعد قواعده ويؤصل أصوله، الإمام الرامهرمزي. ثم جاء بعد الإمام الرامهرمزي الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. ثم بعد الإمام الحاكم الإصفهاني. نعم، الإصفهاني، نعم، الإمام أبو نعيم، نعم، الإصفهاني. ثم جاء بعد ذلك الإمام البغدادي. ثم جاء بعد ذلك القاضي عياض. نعم، ثم جاء بعد ذلك الإمام ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري، هذا نزيل دمشق ومتوفى في دمشق ومدفون في دمشق في مقابر الصوفية. والإمام ابن الصلاح هو المحرر، وهو من اختصر، والناس بعده عالة عليه. مولانا ابن الصلاح صاحب المقدمة. هذه المقدمة اشتهرت لشدة ضبطه ولشدة تمكنه في العلم، اشتهر كتابه كثيرا، والعلماء أكثروا من شرحه. فترى الإمام النووي اختصره في التقريب والتيسير. التقريب والتيسير هو عبارة عن مختصر لمقدمة ابن الصلاح.
ثم جاء الإمام السيوطي وشرح التقريب والتيسير في تدريب الراوي. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. نعم. أيضا مقدمة ابن الصلاح منهم من اختصرها، منهم من شرحها، منهم من نظمها. من الذين نظموا المقدمة ابن الصلاح الإمام العراقي. نعم. لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. والإمام العراقي له أيضا شروح على ألفيته، منها شرح مولانا الإمام السخاوي فتح المغيث، ومنها أيضا شرح مولانا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. يعني ثم بعد الإمام ابن الصلاح وهذه الثلة المباركة من فحول العلماء أتى مولانا خاتمة المحققين أمير المؤمنين في الحديث سيدي ابن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وألف لنا كتابه الجميل الذي أسماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم شرحها رضي الله تعالى عنه وأرضاه في نزهة النظر. والنخبة لها أيضا يعني شروح كثيرة ولها منظومات كثيرة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا جاء بعدهم الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وألف لنا أيضا الألفية وشرح كما قلنا لكم التقريب. ثم جاء بعدهم العلامة البيقوني صاحب هذه المنظومة الرائعة. نعم. وأكثر الشراح من شرحها. ثم جاء بعد الإمام البيقوني مولانا الشيخ طاهر الجزائري، أيضا ألف كتابا في علم مصطلح الحديث. ثم جاء بعده مولانا الشيخ أيضا جمال الدين القاسمي، أيضا ألف في مصطلح الحديث. وقام بعده العلماء أيضا في التأليف في مصطلح الحديث كالشيخ عجاج الخطيب والشيخ الطحان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كالتيسير في مصطلح الحديث مولانا الشيخ الطحان حفظه الله تعالى ومتعنا بحياته، هو عندكم الآن في مصر. والشيخ معمر، الشيخ مواليد 1930. الله، على قيد الحياة. سبحان الله. نعم نعم، الشيخ الطحان على قيد الحياة. الشيخ الطحان سبحان الله. الشيخ محمود الطحان الأزهري هو عندكم في مصر، وله نعم. كتاب تيسير مصطلح الحديث، وقد تجاوز الآن 95. هو ما شيخ شاء الله. معمر منور مبارك. نعم. إذا قرأ طالب العلم كتابه هذا شيء جميل، يقرأ كتابه أو كتاب الشيخ عجاج الخطيب مع المنظومة البيقونية. نعم. ثم بعد ذلك يلتفت إلى نزهة النظر، لا مشكلة، نزهة النظر أو التقريب والتيسير، يعني لا مشكلة إن قرأ النزهة أو قرأ التقريب والتيسير فبها ونعمت. نعم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني مقدمة مولانا ابن الصلاح. وإذا أراد الإنسان أن يتمكن في علم المصطلح يقرأ تدريب الراوي. ما شاء الله. نعم. طيب، بارك الله فيكم شيخنا. يعني إذا كان لبعض الإخوة لأحد الإخوة سؤال أو سؤالين، يعني قبل أن نختم، يذكره بارك الله فيكم أو يرفع يده حتى نعطيه المايك. فإذا لم يكن، يعني نشكر شيخنا وننهي. بارك الله فيكم. طيب سيدنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ولا حرمنا الله منكم. أكرمكم الله يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا مالك الممالك أجرنا من المهالك، أنت الباقي وكل شيء هالك. اللهم إنا نسألك الأمان من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان، برحمة منك يا رحيم ويا رحمن. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا. نلقاك وأنت راض عنا يا من أمرك بين الكاف والنون، وإذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون. اللهم كن لنا عونا ومعينا وناصرا وحافظا وساترا وأمينا. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك لا تدع
لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا أطلقت سراحه ورددته إلى أهله سالما غانما معافى، ولا حاجة لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء شدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بمحبته صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وردنا إلى ديننا وقرآننا وجلابيبنا وحيائنا وعفتنا ردا جميلا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن له حق علينا، ولكافة عامة أهل الإيمان والتوحيد أجمعين، ولأصحاب هذه الدار المباركة والقائمين عليها ومن تابع معنا هذا البث المباشر، ووالديهم وشيوخنا وشيوخهم والمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.